عندما يحدث الانفصال، قد يختلف استجابة النرجسي بناء على العوامل المحيطة وطبيعة العلاقة السابقة. إليك بعض الحالات التي يمكن أن يختار فيها النرجسي الصمت بعد الانفصال. 1. حماية الصورة الذاتية. قد يختار النرجسي الصمت كوسيلة لحماية صورته الذاتية بعد الانفصال، خاصة إذا كان الانفصال يهدد بالكشف عن جوانب سلبية من شخصيته. ثانيا، التقليل من المشاعر السلبية. قد يستخدم النرجسي الصمت كوسيلة للتقليل من المشاعر السلبية والعواطف المتشابكة بعد الانفصال، وذلك لتجنب التفاعل العاطفي الشاق. ثالثا، التأقلم مع الفقدان. قد يحتاج النرجسي وقتا للتأقلم مع الفقدان الذي يصاحب الانفصال، ويختار الصمت كوسيلة لمعالجة هذه المشاعر دون التعبير العلني. رابعا، تفادي المواجهات. قد يرغب النرجسي في تفادي المواجهات والصراعات مع الشريك السابق بالصمت، خاصة إذا كان يعتبر الانفصال نتيجة غير مرغوبة وغير عادلة. خامسا، التركيز على الذات. قد يستخدم النرجسي الفترة بعد الانفصال للتركيز على نفسه واحتياجاته الشخصية دون التفاعل الكثيف مع الآخرين. يرجى ملاحظة أن هذه السيناريوهات تعبر عن استجابات محتملة للنرجسي بعد الانفصال، وقد يختلف التصرف الفعلي باختلاف الأفراد وظروف الانفصال. تعزز الحوار المفتوح والتصريح بين الطرفين فهما أفضل للمشاعر والاحتياجات بعد الانفصال، وتقليل الصراعات الزائدة.